بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور وراحة بال ورضا من الرحمن. ربنا يزيدكم ويدومكم نعمة في حياتي يا احلى واغلى اخوات في الدنيا، يا عيلتي التانية. ربنا يحسن ما بين ايدينا. تعالوا تفضلوا معانا، دي مش حلويات ولا افتكاسات ولا اختراعات ولا شعوذة. تعالوا، دي اكلة فعلا هتدمنيها، عيالك هيحبوها، انت هتعشقيها، مش هتخليها تخلى معاكي، كل يوم هتعمليها وبأبسط الإمكانيات، وفعلا موجودة في البيت. وإن شاء الله هتعمليها وسفرتك مش هتخلى بيها، ولا هتفوتي يوم من غير ما تعمليها. سهلة وبسيطة، وإمكانياتها موجودة معنا في كل بيت إن شاء الله، وربنا يملى بيوتنا كلها خير وعمار بإذن الله. وإن شاء الله كده فضلا وليس أمرا لكل حبيب ولكل إخواتي ومتابعين الغاليين يدوسوا لنا لايك، ويعني ايه يشتركوا لنا في القناة، وينزلوا لنا بكومنت بالصلاة على النبي. وشكرا ليكم، شكرا لكل اللي بيدوس لي لايك، شكرا بكل اللي بيكتب لي تعليق سلبي او ايجابي، شكرا لكل حبايبي، شكرا لكل اخواتي الغاليين. دعمكم ده فعلا فوق راسي، وربنا يزيدكم ويدومكم نعمة في حياتي. يلا نصلي ونسمي على الرسول ونشوف مكوناتنا. معانا نص كيلو من البطاطس غسلناه، بعد ما هنغسله هنروح نسلقه وهنديه سلقة كده، وفي أثناء المية هنحط له ملح. سلقنا البطاطس بالقشرة بتاعتها علشان ما تشربش معانا مية كتير البطاطس. هنحط البهارات وهنحط التوابل بتاعتنا. هنحط معلقة توم بودر، بصل بودر، كل حاجة معلقة ملعقة، وهنحط معلقة بهارات البطاطس، وهنحط ملح بسيط جدا، وهنحط فلفل أسود، والعامل الأساسي أو المكون الرئيسي بتاعنا وهو النشا معلقتين من النشا الحلوين كده حطيهم. ولو ما عندكش نشا يا ست الكل حط دقيق، بس يفضل النشا بتخليها مقرمشه كده وبتخليها طعمها خطير، وما بتشربش معاكي زيت نهائي. هتعمليها فعلا هتدمنيها. ومعانا المكون الرئيسي اللي فعلا آه الهاند بلندر بتاعي، اللي موجود في كل بيت، ما حدش يتريق عليه يا جماعة. ده الهاند بلندر بتاعي، وهو اللي فعلا اللي بيدعك لي وبيهرس لي بضمير، وما بيخليش حاجة كده إلا ما يدعكها لي ويخليها لي 100%. انت معاكي هاند بلندر يا ست الكل؟ انا معايا هاند بلندر احسن من الكل فعلا. ايد الهون ده جبار. يدعك لك كده، يدعك لك بضمير، يعني بيخلي لك اي حاجة تهرسيها كده وناعمة وطرية فعلا. عندك هرست البطاطس، عندك الهون، عندك اي حاجه اهرسي لي بس البطاطس. حطيتي لها كده التوابل بتاعتها. هاتي لي كيس عادي، كيس ثلاجه، ادي له مسح الزيت، وتعالي يا ست الكل بنشابه بمردمه باي حاجه معاكي، اي وسيله فرد. حطي لي كده البطاطس، وبعد كده افردها لي، وبعد كده قطعيها. عايزه تصبعيها صبعيها، عايزه تقطعيها قطعيها، بص براحتك بكل الامكانيات وبكل الاختراعات. عايزة تقطعيها أشكال نجوم، عايزة تقطعيها مربعات، تقطعيها مستطيلات، قطعيها مربعات، أي طريقة. أنا بصي قطعتها كده صوابع صوابع، وعايزة برضو البواقي دي هفرمها بس، وهعملها كده صوابع رفيعة. بعد ما حمرتها ادي شكلها في الآخر. بصي الشكل بيدل على على الطعم. الله، الطعم والشكل واحلى من البعض. وفعلا العيال يعني قالوا لي يا ماما كل يوم لازم تعمل لنا بطاطس من الطريقه دي. فعلا طريقه تحفه، طريقه جديده، طريقه مبتكره. جربيها ومش هتندمي انك هتعمليها. سهله وبسيطه، وفعلا مش هتاخد معاكي وقت، ومش هتاخد معاكي مثلا مجهود، وفي نفس الوقت برضو مسليه. بدل ما تشتري شيبسي وتشتري مثلا دوريتوس، اعملي الوصفات دي وفعلا مقرمشه وحلوه وطعمها خطير فعلا. اعملي لولادك وفرحي ولادك بيهم، وهم فعلا هيعشقوها، وانت فعلا هتعجبك. وصفة جميلة وسهلة وبسيطة وسريعة، وفي نفس الوقت على قد ايدينا. جربيها ومش هتبطلي تعمليها. وابقي تعيلي دعوة حلوة كده من قلبك بالتوفيق والتفوق بإذن الله. وكده خلصنا النهاردة وصفتنا النهاردة، وهي وصفة البطاطس اللي هي وصفة مقرمشات، يعني سريعة كده وسهلة. واعمليها بإذن الله هتعجبك، وإن شاء الله يخلص الفيديو كده على طول هاتي واحدتين من البطاطس واعمليهم، جربي فيهم، وان شاء الله هيعجبوكي، وان شاء الله هتعمليها على طول. وكده خلص معانا الفيديو، واشوفكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.